عراقيل، هناك من يضع هذه العراقيل وما موجود أصلا من عراقيل في هذا المجال، مجال الإعلام. فطريقنا اليوم معد، لكن اليوم المرأة المبدعة، المرأة العراقية لها يد ضاربة في تحقيق ما هو أفضل. اليوم بتقديم المرأة لبرامج المرأة يعني تحدي كبير. اليوم حتى المؤسسات الإعلامية التي ترعى هكذا برامج هي لا ترعى المرأة. يعني قد يكون يعني برنامج مثل كأمثال البرنامج الصحي أو برنامج فني أو برنامج آخر، يعني مجرد برنامج إكمال عدة وعدد. يعني البرنامج الحقيقي للمرأة هو من يهتم بمعالجة مشاكل المرأة بصورة حقيقية وواقعية، لا فقط أنه أنا أطرح موضوع وبالتالي يعني أطرح معالجات لكن بلا تفعيل. كقوانين العراقية اليوم هي قوانين عراقية يعني بدون تفعيل. برنامج أنتي كان بداية هو برنامج تنظيري، مجرد أنه استقبل ضيوف في الاستوديو. هناك الكثير من المناقشات التي تجرى في موضوعات مهمة، لكن خرج برنامج أنتي من هذا الطابع الكلاسيكي أنه ضيفين في الاستوديو.